بالنسبه لهذا الكيك بالكاجو كناخذ واحد 3 ديال البيضات من حجم متوسط، نضيف لهم قبصه من الملح، واحد كيس ديال السكر الفاني، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت غير مملوء 120 غرام تقريبا، واحد ياغورت، ثم نطحنوا الكل في الخلاط الكهربائي. من بعد ما تطحن معنا غادي نضيف الدقيق، 2 ديال الكيسان، غنضيف الكاس الاول ثم غادي نضيف الكاس الثاني، ونضيف 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 7 غرام. نخلط الكل جيدا حتى يمتزج معايا الخليط، ثم غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الخل، نخلطها مزيان. نضيف كاس ديال الكاجو، نخلطو مزيان. ندهن المول ديالي بالقليل من الزبده مزيان حتى ندهنو، نفرغ فيه الخليط، ندخلو للفران على 160 درجه لمده ديال 45 دقيقه. بعد ما طاب الكيك ديالي هذا الشكل ديالي، ما بقى لي الا نقدمه في طبق التقديم، وبالصحه والراحه.